عليكم. السلام ورحمه الله. تعرف بحضرتك؟ علي عبد العزيز نباته المسيري النهضه. ازيك يا حاج؟ حاج علي، ايه راي حضرتك في حزب النور؟ حزب النور يعتبر من الاحزاب اللي هي معتدله في مصر وتصرفاته معتدله، وبعدين عاملين لجنه للحكماء بيختاروا قرارات صائبه، ودايما لما بياخدوا قرار بياخدوه يعني عن مشوره وبيشوروا بعض فيه، وعاملين لجنه للاشاره وقراراتهم كلها متزنه وما بيقفوش الا في المكان الصح. وحزب النور تصرفاته كلها من الاول للاخر من يوم ما اتنشأ حزب النور وهو حزب مستقيم، حزب يعني مستقل بنفسه في تصرفاته، وهو يعتبر من الاحزاب اللي هي ايه المستقيمه في تصرفاتها في مصر. يعني حضرتك مؤيد لكل قرارات مؤيد لقرارات حزب النور وباصم بالعشره ونشوفها قدامك اهيت، وللسيسي وللنجمه وكل حاجه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه راي حضرتك في حزب النور؟ حزب محترم وحزب اخر تمام، واحنا كلنا بنشجع مصر ونحب تكون مصر فوق الجميع. جزاك الله خير. يعني انت مؤيد لقرار حزب النور؟ طبعا. ايه راي حضرتك في حزب النور؟ حزب النور الناس كلها شتتت فيه وقالت معاهم عليهم، هو كده اثبت جدارته اللي هو خايف على البلد وعلى مصلحه البلد، ولا بقى ظاهر اللي هو اخواني ولا شيوعي، اثبت اللي هو على موقفه من يوم ما تاسس الحزب. وربنا يوفق السيسي ويوفق الجميع يا رب وتهدى الحال عشان نشتغل. جزاك الله خير. اهلا وسهلا. اتعرف بحضرتك؟ اهلا وسهلا. محمود السيد محمد. حاج محمود، ايه راي حضرتك في حزب النور؟ حزب النور بدأ بنجاح وباذن الله هيكمل بنجاح. يعني حضرتك مؤيد لكل قرارات حزب النور؟ بدأ دخل السياسه بنجاح وباذن الله هيكمل بنجاح ان شاء الله باذن الله، وربنا ينصر مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تعرف حضرتك؟ مسعود سعد الشراوي. استاذ مسعود، ايه رايك في حزب النور؟ حزب احسن حزب يعتبر. كلنا تبع حزب النور. طب يعني حضرتك مؤيد لكل كلنا مؤيدين. طبعا مؤيدين لحزب النور. الله يخليك. حزب النور احسن حزب بالنسبه لنا تبع محافظه اسكندريه، احنا احسن حزب النور. واحنا كلنا تبع حزب النور، واحنا كلنا ناس سلفيه. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرف حضرتك؟ احمد محمود. ايه راي حضرتك في حزب النور؟ حزب جميل جدا وحزب بيحب الشرعيه وعاوز البلد تمشي يعني الشريعه. طبعا. حزب النور حزب جميل وكويس، كان عمل حاجات كويسه كتير في البلد، تمام، وعلى الاقل خالص ما عطلش الدنيا زي الاخوان اللي هم الارهابيين. وان شاء الله احنا نتمنى خير باذن الله، وان بالنسبه للسيسي هيبقى راجل كويس باذن الله، وهم لو شايفين ان السيسي راجل مش كويس مش هيدوا صوته، تمام. وبعدين انا سالت ناس من حزب النور بقول لهم يعني ليه كده عملتم؟ ليه ما بقيتوش مع الاخوان؟ قالوا لا احنا عايزين البلد تمشي، احنا بلدنا دي مصر غاليه علينا كلنا، عايزينها تمشي، ويا ريت نتمنى كلكم تروحوا تدوا صوتكم عشان البلد تمشي. ده بالنسبه لحزب النور، حزب محترم وفوق دماغنا وعلم يعرفوا ربنا. يعني حضرتك مؤيد لكل قرارات حزب النور؟ مؤيد لقرارات حزب النور كلها، وربنا يبارك لكم. وبيتكلم بلاقي الكلام بتاعه صادق. يعني انت مؤيده لقرارات حزب النور؟ طبعا، لان انا ما لقيتوش كاتب في حاجه، ما لقيتوش بيكتب في حاجه، الكلام اللي بيقولوا صح باذن الله. يعني انت شايفاهم انهم صادقين؟ ان شاء الله. غير اي حد تاني، غير اي حد، الحمد لله، وربنا يفضل ثابتين كده وعلى صدقهم يا رب، ووقفوا لهم ولاد الحلال، امين يا رب العالمين. احنا ان شاء الله باذن الله عايزين ان شاء الله البلد تهدى وربنا يسهل الامور، تمام، وعطينا صوتنا للسيسي لان هو احسن راجل يقود المسيره في الوقت اللي احنا فيه ده حاليا. ايه راي حضرتك في حزب النور؟ والله بص هقول لك على حاجه، حزب النور ده دايما هم الناس دول ناسنا واخواتنا ومننا، ماشي تمام. وبعدين كان ليهم موقف جميل جدا معانا، سندونا، ما مشوش مع التيار الثاني، لا داعي لذكر الاسماء. ولكن دايما حزب النور حزب متعادل بيمشي دايما في الاوقات الصعبه، وقف معانا واحنا بنحيي حزب النور. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تعرف بيك يا حاجه؟ حميده احمد محمد رجب. حاجه حميده، ايه راي حضرتك في حزب النور؟ احسن ناس واشرف ناس وناس محترمين وناس كويسين، كل الخير. يعني حضرتك بتأيدي قرارات حزب النور؟ تمام والله، تمام، ناس احسن ناس. دخلت ولا لسه؟ لسه. ماشي، ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا حاج. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف حضرتك؟ يسري مندور. حاج يسري، ايه راي حضرتك في حزب النور؟ حزب النور الحزب معتدل، حزب كويس. يعني حضرتك مؤيد لقرارات حزب النور؟ طبعا مؤيد لقرارات حزب النور، انا من حزب النور.
انت من حزب النور؟ عضو في حزب النور؟ عضو في حزب النور. ما شاء الله. عشان الناس بتقول ان الاعضاء لازم يكون ملتحي بس. لا مفيش ملتحي. مفيش الكلام ده؟ لا 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 مفيش تشدد في الحزب، لا لا لا. يعني حضرتك عضو من الكلام ده مش صحيح. عضو من قد ايه كده؟ من تأسيس الحزب. من تأسيس الحزب وانت عضو؟ وانا عضو في الحزب. ربنا يبارك فيك يا حاج. بس والله. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عرف حضرتك. نبيدي غريبيل الخليف القطعاني ابو مراحل. حاج غريبيل. الحاج غريبيل القطعاني ابو مراحل قاعد في مريوط البنجر. احنا نريد نعاطوا السيسي عشان حال البلد ينصلح. نفتكوا بالبلطجية ونفتكوا بالتزوير في الدولة هذا اللي نقوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حاج غريبيل ايه رايك في حزب النور؟ حزب النور احسن حزب ماشي بالعديلة، واحنا ما نريدوا غير العديلة في الدولة عشان ما حدش يظلم حد، والغلبان ياخذ حقه والمظلوم ياخذ حقه. ايوه يعني ما نقولش مصبين مع الروس الكبار وسايبين رقد الريح. لازم اللي يمسك الدولة يفتش عليه رقد الريح قبل الخواجه قبل الغني. يعني انت مؤيد لكل قرارات حزب مؤيد حزب النور، وحزب النور مؤيد السيسي. الله اكبر. الله يفتح عليك. هذا اللي نريدوه احنا، ونريد حال البلد ينصلح. ايوه عشان اللي يمسك ما يقعدليش تحت المراوح وتقبش خاربه في بعضها، ما تنفعش. ايوه الله يبارك فيك يا حاج غريبيل. الله يفتح عليك. جزاك الله خير. حال البلد ينصلح وكلها كبعضها. جزاك الله خير يا حاج غريبيل.